بريطانيا تشيد بالشراكة التجارية مع المغرب وتدعم الحل الأمني لنزاع الصحراء. جددت بريطانيا دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدة عزمها مواصلة تشجيع المشاركة البناءة من العمليات السياسية الرامية إلى حل هذا النزاع، والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيدة في الوقت ذاته بالعلاقات التجارية التي تربطها بالرباط. وتعززت منذ دخول اتفاقية الشراكة بين البلدين حيز التنفيذ في يناير من العام 2021. جاء ذلك ردا على مجموعة من الأسئلة البرلمانية الكتابية التي وجهها نواب برلمانيون في مجلس العموم إلى كل من وزارة الخارجية والكومونولوت والتنمية ووزارة الدولة للأعمال والتجارة، حيث سأل دانيال كاوزينسكي نائب عن حزب محافظين خارجية بلاده عن الخطوات التي تتخذها لدعم الحل السياسي لملف الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، وعن الخطوات التي اتخذتها مع حلفائها الدوليين لدعم هذه المبادرة المغربية، إضافة إلى الإجراءات التي تزعم القيام بها لحث الجزائر عن السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف. جوابا عن هذه الأسئلة، أكدت خارجية لندن على لسان ديفيد روتلي وكيل وزارة الخارجية البريطانية في البرلمان أن المملكة المتحدة أيدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 الصادر في 30 من الشهر الماضي، مسجلا أن بلاده تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، كما تدعم عمل ستيفان دي موستروا المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ومشددا في الوقت ذاته أن لندن ترحب بالجهود التي قامت بتسهيل زيارة دي موستروا إلى الصحراء، وستواصل تشجيع المشاركة البناءة للدفع بالعملية السياسية قدما.